أن الصدر يغرد بأربعة صفات: رجل دولة، رجل دين، رجل ثورة، رجل دبلوماسية. أما رجل الدولة فينبغي ولا بد أن نستمع للدستور، وأما رجل الثورة لا نخاف وسنموت من أجل الوطن، وأما رجل الدين فاتقوا الله ولا محيص إلا لله تعالى ولا مرجع إلا الله، وأما رجل الدبلوماسية فسنتفاوض وسنتكلم مع الآخرين. بالتالي استطاع أن يجمع الدين والدولة والسياسة والثورة، وكما قال لي يرحمه الله أنها العلاقة بين الدين والدولة. إيران والعلاقة الجدلية بينها وبين الصدر. دعني أيها الحاج وجمهورك الكريم أقول أن العلاقة بين إيران وبين الصدر، بل أسرة آل الصدر العراقية، إنها علاقة تبتنى على التوافق واللا توافق. يعني مرة ترى أن العلاقة بين الصدر وحتى والده وحتى عمه جيدة مع الإيرانيين، ومرة تجدها علاقة غير جيدة. لماذا؟ لأن هناك مشتركات وأن هناك متباعدات أو متناقضات بين الطرفين. فما هي المشتركات؟ من ضمن المشتركات العمامة، الدرس الحوزوي، الفكر المذهب الاثنى عشري. فما هي المتناقضات؟ أسرة آل الصدر، ويعلم ذلك السادة الإيرانيين جيدا، وخصوصا الخط الإيراني، على أساس أنني أتكلم في الجمهورية الإسلامية خطين موجودين كبيرين: الخط الديني والخط السياسي. أسرة آل الصدر، افتح قوس هاي العبارة، خلي تحتها خط أحمر: أسرة خشمها يابس. يعني صعب الانقياد من قبل آل الصدر لغيرهم، هم مخلوقين هكذا، ستايلهم هكذا، والإيرانيون يعرفون ذلك، والصدر قالها لك. مسؤول عن هاي الإحصائية ما خشمهم يابس. اي نعم، صعبين. اي فعلا. انا اؤكد على جمهورك انه خشمهم يابس، انه لا ينقادون لاحد. العلاقه بين الصدر وبين الايرانيين 2003 دخلت مجموعات الى الحكم كانت معارضه وكانت ايران تحتضنها، والصدر لم يدخل معهم في مجلس الحكم. 2005 و2006 الصدر يذهب الى مكه المكرمه لاداء مناسك الحج، فيلتقي العاهل السعودي عبد الله، وهذا ما لم يروق للايرانيين. 2007 يقود رجل الايراني الاول، رجل التحالف الاول الايراني السيد المالكي، صولة الفرسان على الصدر وانصاره، ووسط سكوت الايرانيين الذين حاولوا رجم هذه الهوة حينما استقبلوا بعض رجالات الصدر الذين يعني ابتعدوا عن الاعتقال الامريكي. 2009 2010 الايرانيين يصروا على ان يوجد السيد رئيس الوزراء على راس الوزاره رغم انه الصدر لم يكن راضيا. 2012 ضروري هاي 2012 او 2013 الصدر يصف رجل ايران الراحل رحمه الله ابو مهدي المهندس بانه رجل مخلص لمبدئه ولدينه ولحكومته وليسنا في العراق، عندنا هكذا رجال مخلصون لوطنهم. 2013 الصدر يقول ان التدخل الاقليمي يقصد الايراني غير صحيح في العراق واننا اخوان في الدين والعقيده. 2015 يخرج الصدر في مظاهرات مع المدنيين، وهذا ما يروق للايرانيين طبعا. 2016 يستطيع الصدر ان ينقلب وياتي بالسيد حيدر العبادي مبعدا رئيس المتحالف الرئيسي او الحليف الرئيسي الايراني. 2018 ياتي السيد العبادي. 2019 تسير الامور. الصدر يختلف عن الصدر 2007. الصدر يختلف عن الصدر 2007. إيران تعي أن الوضع في العراق تغير كثيرا، إيران تعي أن زعامة الصدر كبرت كثيرا، إيران تعي أن امتداد الشيعة في العراق، خلينا أسميها يعني الحداثة الشيعية التي يقودها مقتدى الصدر. يعني الآن أنت مقتدى الصدر لما تقرأ تغريدته يستجمع في كلماته الإسلامية الليبرالية، حتى لا يقدح بالشيوعيين، حتى أنه يعطي للآخرين حرية ممارسة الفكر. فإيران تعلم أن بقايا، هذا ضروري يحصل، أن بقايا الإسلام الأصولي المدني المحافظ على التشيع الاثنى عشري مقتدى الصدر، ولذلك ترى أنها تستمع وتتقبل هكذا عبارات من مقتدى الصدر. وهي ضرورية، ويفهم الأخ العزيز ويسمعها ضيفك وأنت ومشاهديك. لا يستطيع أي زعيم أن يتكلم مع الجمهورية الإسلامية بهذه الصيغة أنه عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، وإيران تتقبل ذلك برحابة صدر لأنها رأت مواقف مقتدى الصدر مواقف شيعية، ويحاول مقتدى الصدر مهما تقدمت به الأيام وصار ليبرالي التفكير كما يقول الآخرين، أو أنه يقرأ روايات غربية وأجنبية وعربية، لكن مقتدى الصدر لا زال ذلك رجل الدين الذي يحافظ على حوزته وعلى دينه. بينما وهي ضرورية وخطرة، سقطت وتهاوت أغلب الجهات والحوزات والفصائل التي ادعت أنها قريبة من المذهب الشيعي. مقتدى الصدر كما قيل بحق محمد باقر الصدر بقايا مسدس علي بن أبي طالب، هكذا ينظر إليه الإيرانيون، هكذا يرون مقتدى الصدر أنه الرجل الذي بقى. وين نقاط الخلاف؟